عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمع دلوقتي الكابتن محمد شبانة في خبر حصري بموضوع مصطفى محمد وانتقاله للنادي الأهلي. نسمع كابتن شبانة ونرجع تاني لحضراتكم. فل مفاجأة كبيرة جدا قالها أحمد ديودار لاعب الزمالك الأسبق. اتكلم وقال إن هو عنده معلومة ومن مصطفى محمد نفسه فجر معلومة قوية جدا وخطيرة جدا وتحتاج رد من مصطفى محمد على فكرة، لأنه هو أحمد ديودار لعيب كورة سابق وطبيعي جدا يبقى له علاقات بلعيبه الكوره. فلما هو يقول هذا الكلام وعلى لسان مصطفى محمد غير لما يقول انا سمعت كذا كذا، يبقى اصبح هناك لابد من رد حاسم وواضح لمصطفى محمد سواء بالنفي او بالاثبات ان هو عايز يرجع مصر وعايز يرجع يلعب في الاهلي. ودي مفاجأة قوية جدا 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 جدا. وفي كلام لما بدأت أسأل بعد هذا التصريح الخطير لأحمد ديودار، الحقيقة بدأت ناس تقول لي إن هو مشترط على الأهلي إن هو ممكن يرجع في يناير. بص بقى الكلام، في يناير، وإن هو عنده شرط أو اتفاق مع النادي الأهلي لو جاله عرض في كاس العالم للانديه يلعب مع الاهلي كاس العالم للانديه، ولو جاله عرض في كاس العالم للانديه يمشي تاني يرجع اوروبا. يعني يلعب مع النادي الاهلي ال6 شهور دول، لو جاله عرض مناسب يعوض الاهلي اللي هيدفعه لنانت الفرنسي يقدر يسافر يلعب في كاس العالم. بعد كاس العالم للانديه يقدر يروح نادي تاني. وفي كلام تالت بيقول ان هو هيجي من نادي نانت اعاره لمده 6 شهور يلعب خلاله كاس العالم للانديه، لان دي رغبته، لانه ممكن يكون تسويقه افضل. كلام كتير جدا 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 في هذا الشأن. هل ممكن مصطفى محمد يرتدي قميص النادي الاهلي؟ طبعا كاس. هو ده الخبر اللي قاله الكابتن محمد شبانة بخصوص انتقال اللاعب مصطفى محمد للنادي الأهلي. شارك برأيك، هل فعلا مصطفى محمد هيلعب في النادي الأهلي ولا هو تكون صفقة قوية للنادي الأهلي ولا لا؟ قول لنا رأيك في الكومنتات وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة.